عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في الفيديو ده هنشرح ازاي اللي انت تعرض منتج وتعمل له فاريشن او يكون للمنتج ده بالعربي اختلافات. يعني انت مثلا وليكن عايز تعرض تيشيرت في منه لون احمر ولون اخضر ولون ابيض ولون اسود، بدل ما تعرض كل تيشيرت في لستة منفصلة عايز تجمعهم كلهم في لستة واحدة. خليني الاول اشرح لكم كده من البدايه اهو. احنا عاملينه عربي عشان الناس برضو ايه تبقى مركزه معانا. هنقوم دايسين على كلمه الكتالوج وهنختار كلمه اضافه منتجات، وهنختار اضافه منتج جديد، وهنختار بعد كده كلمه البدء. اهم حاجه وانت بتعمل الفاريشن ان انت تختار الحاجه في القسم الصحيح او في القسم المناسب ليها. احنا مثلا هنعرض وليكن مثلا تيشيرت رجالي، وهندوس البحث اهو. من امثله تيشيرتات رجالي قمصان بولو للرجال، تيشيرتات رياضيه للرجال. يبقى انا كده اول حاجه عملتها انا امنت نفسي اهو، انا كده في القسم الصح. وبيبتدي ان هو يدخلني على التفاصيل. طيب انا اهم حاجه عندي اني اسم المنتج عندي يكون مظبوط واعمل له كلمات مفتاحيه بحيث ان هو يظهر في محركات البحث على طول. تيشيرت رجالي مثلا كتان، كل الكلمات دي مهمه عشان تظهر في الكلمات المفتاحيه لو العميل بيبحث عليها. تيشيرت رجالي مثلا كتان بتصميم كلاسيكي. تمام. هنا لو المنتج ليه علامة تجارية بتحطها، ملوش علامة تجارية تدوس ليس له علامة تجارية، وهتدوس ليس لدي رقم للمنتج. وركز في الحتة دي كلمة منتجات متفرعة لو انت عامله عربي، او فاريشن لو انت عامله انجليزي اهو. دوست على كلمة منتجات متفرعة، جايب لي الحجم، اسم الفريق رياضي، اللون، عدد المنتجات، حجم خاص. كل دي اختلافات انا اقدر ان انا اغير فيها. فاحنا زي ما احنا قلنا، احنا مثلا دلوقتي بنعرض تيشيرت، فاحنا هنختار اللون وهندوس التالي اهو. جايب لي بقى هنا الوصف، تفاصيل المنتج، العرض، التوافق مع متطلبات السلام. كل ده احنا بنعرف نعمله. احنا موضوع الفيديو بتاعنا النهارده عن الاختلافات، الفاريشن. انا كده ضغطت على الاختلافات اهي، هستنى ان هو يدخلني عليها. اهو كده انا دخلت على الاختلافات زي ما احنا شايفين فوق اهو. اختار نوع المنتج المتفرع، الحجم، اسم الفريق رياضي، اللون، عدد المنتجات، حجم خاص. احنا مختارين عدد المنتجات. احنا واحنا بنعرض بتعمل منتج اساسي او منتج رئيسي او منتج الاب اللي هو اول منتج. بعد كده تحت منه بيكون في منتجات متفرعة. طيب احنا هنعمل المنتج الاساسي اللي هو اللون الاسود، لان انا قايل اهو الماوس اهو على اللون. انا الاختلافات عندي في الليسته دي هي اللون، يبقى اللون الاسود اهو. ابتدى يظهر لي تحت اللون طبعا، ظاهر لي الكميه، سعر البيع، حاله السلعه، الصوره، معرف المنتج الخارجي، الاس كيو، واللون في الاخر مكتوب اهو باللون الاسود. طيب انا اخترت اسود، اخترت ابيض،
كل ما اختار لون بتظهر لي الليستة بتاعته تحت. اخترت ازرق زي ما انا عايز بقى، عايز اختار 10 5 20 زي ما انا عايز. اخترت نبيتي عشان ما اطولش عليكم اهو. وهبتدي اللي انا اظبط الكلام ده. اول حاجة مثلا هحط الكمية بتاعتي، هنقول مثلا 2. سعر البيع مثلا هنقول 450. حالة السلعة جديد. وهبتدي اضيف الصور بتاعتي. انا عايز اضيف كام صورة، هو هنا سامح لي ان انا اضيف لحد 9 صور اهو. انا مثلا اهو هضيف اول حاجة اهي اللون الاسود اهو. دوست اضافة العرض. نوع معرف المنتج الخارجي اللي هو الايس النمبر اخترته. معرف المنتج الخارجي والاس كيو لو انت المنتج بتاعك جينيريك او عام مالوش براند هتسيب الخانتين دول فاضيين. لو المنتج بتاعك براند هتحط المعرف المنتج الخارجي والاس كيو. تمام. بعد كده زي ما عملنا في الخطوة الاولى بتاعت التيشيرت اهو، هنضيف مثلا لون تاني، لون الابيض مثلا. هنضيف لون تالت اهو، لون النبيتي او الاحمر. هنضيف لون رابع اهو، اللون الازرق. وزي ما عملنا اهو هنرجع للكميات اهو، نخلي مثلا الكمية 2 2 2 2 ونخلي الاسعار كلها 450. تمام. وهنختار جديد. طبعا كل ده احنا عملناه وكل ده عندنا فكرة ليه اهو. بعد ما اخلص الكلام ده كله طبعا في اعتبار بقى ان انا عامل الوصف وعامل تفاصيل المنتج وعامل العرض وعامل التوافق مع السلامة، انا مش هشرحهم، نشرحهم في فيديو تاني ان انا طريقة ازاي اصلا اعرض المنتج. بس الناس اللي بتعمل فاريشن اكيد عارفة ازاي تعرض المنتج. بعد ما اخلص كل ده اهو ما عنديش اي غلطات فيه اهو، وهدوس كلمة ارسال. الليستة هتاخد من 10 دقايق لربع ساعة وهتلاقيها لايف على الموقع. والمنتجات دي كلها مجمعة مع بعض، الاربع منتجات دول. المنتج الاولاني اللي هو الاسود ده هو يعتبر المنتج الاساسي، والثلاث منتجات دول متفرعين منه. طبعا في نهاية الفيديو بشكركم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ونتقابل في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.